قبل ما تسالي هذا العام والوقت اللي العالم كيشوف الحدود كتغير وثمن الطاقه كيطير، المغرب كيوجد باش يقلب الساروت اللي غادي يبدل وجه البحر الابيض المتوسط. تخيلوا هذا المنظر، حواجز كبيره ديال البحر طالعه في خليج بيطويه، 5.4 كيلومتر ديال البيطون والحديد كتحول ساحل فلاحي هادي لقلعه كيسوى 5.6 مليار دولار. ولكن علاش بلاد عندها اصلا اكبر ميناء في افريقيا غادي تخسر الملايير باش تبني عملاق اخر غير على بعد 250 كيلومتر؟ واش هادشي غير سيما وكرانات، ولا هي الضربه الاخرى في واحد اللعبه ديال الشطرنج باش يولي المغرب هو اللي شاد الساروت ديال الطاقه في اوروبا؟ سمعتوا بزاف على المعجزه المغربيه في صناعه الطوموبيلات، ودابا غادي ندخلوا لقلعه الطاقه. في هذه الرحله غادي تفهموا كيفاش الناظور غرب المتوسط كيرجع واحد الخليج منسي للمركز كيجذب كاع الاستثمارات العالميه، وكيولي بريز ديال الضوء لمستقبل اوروبا. لعقود طويله كانت جهه الشرق وجبال الريف في بال المغاربه غير منطقه معزوله والشباب ديالها كيهجروا. ولكن المغرب اليوم ما بقاش كيشوفها زاويه مهمشه، كيشوفها بلاصه استراتيجيه خاويه خاصها تعمر. هذه هي السياسه ديال البنيه التحتيه كخطه استراتيجيه. القضيه ماشي غير نقل الحاويات، القضيه هي رسم خطوط جديده في الخريطه. فكروا في المخطط الثلاثي للموانئ. الاول هو طنجة-ميد اللي هو غول ديال اللوجيستيك، الثاني هو الداخل الاطلنطيك اللي غيكون بوابه افريقيا، ولكن الثاني اللي هو الناظور غرب المتوسط هو القلب اللي كيضخ الطاقه في واحد الشبكه جديده ديال السكه واللوطوروت ب 1.4 مليار دولار. هذه هي السياده ملي كتولي واقع. غادي نشوفوا الملايير اللي داخله البيطويه، ونشوفوا اول عمليه تصدير اللي صدمات الشركات الكبار، ونعرفوا علاش الصبا اليوم بداو كيخافوا على الموانئ ديالهم، ونشوفوا كيفاش هذا الميناء غيكون هو الدواء لواحد المنطقه اللي فيها 31% من الشباب ما لقاوش خدمه. الرهان كبير بزاف، والتسجيل غادي يكون في الربع الاخر ديال 2026. كيفاش تقدر تحول خليج فلاحي ناعس لعملاق صناعي؟ كتبدا بشي حاجه فوق الخيال. 5.4 كيلومتر ديال الحواجز كتحمي الميناء من العواصف ديال البحر المتوسط. 700 هكتار ديال المنطقه الصناعيه اللي تقدر توصل ل 5000 هكتار كتسنى المستقبل. ولكن الذكاء فين كاين؟ المغرب خدام بواحد الموديل كيتسمى مول الدار. الدوله كتبني الساس، الحواجز، الطرق والسكه، ومن بعد كتعرض على الشركات الكبار. عمالقه بحال CMA-CGM الفرنسيه ومارسا ماروك هما اللي كيسيروا المحطات باش تلاقى الخبره التجاريه مع الرؤيه ديال الدوله. النتيجه هي هيبه كتشاف بالعين، ارض فلاحيه هاديه ولات قلعه ديال التجاره بواحد السرعه اللي كتميز المغرب الصاعد. ولكن البني بلا انتاج كيبقى غير زواق. في دجنبر 2024، عامين قبل الافتتاح الرسمي، الميناء هضر. شركه ايولون الصينيه اللي كانت من الاوائل تما شحنات 15 شفره عملاقه ديال توربينات الريح في واحد السفينه غاديه لهامبورغ في المانيا. الميناء ما كانش خاصو يكون واجد، ولكن دوك الشفرات دازوا من محطه رورو ومشاو من لوزين لوسط السفينه بلا حتى مشكل. هذه ما كانتش تجربه، هذه كانت رساله. الربط بين السكه والبحر خدم قبل ما يتقطع الشريط. وهنا كيبان الذكاء. المغرب كيستقبل لوزينات صينيه كبيره كتصنع مكونات الطاقه الخضراء لاوروبا، وهذا الشيء كيربح كاع على الاطراف. هاد الشفرات بينوا باللي الناظور الغرب المتوسط ما كيتسناش 2026، راه بدا كيتنفس من دابا. ودابا وصلنا للمعقول. الناظور غرب المتوسط هو البريز اللي غيخلي المغرب يسالي الطلاق ديالو مع الماضي. لعقود كان انبوب الغاز المغرب اوروبا كيدوز من الجنوب للشمال، كيدي الغاز ديال الجزائر للصبليون، والمغرب كياخذ غير حق الطريق. تبعيه مخبيه في صوره التعاون. ولكن الناظور غادي يبدل القواعد. الميناء فيه محطه ديال الغاز الطبيعي المسال كتهز 5 مليار متر مكعب في العام. هذا الشيء 4 المرات اكثر من داكشي اللي كيحتاج المغرب دابا. ملي غيتربط هذا الميناء بانبوب الغاز، المغرب غيولي يقدر يشري الغاز المسال من السوق العالميه، يحولوا الغاز ويصيفطوا لداخل لقلب الصناعه ديالو. الطريق غتقلب والتبعيه غتسالى. السياده الطاقيه ما بقاتش غير شعار، ولات 5 مليار متر مكعب ديال الاختيار. هاد التغيير ما دازش بلا ما يلاحظوه جيراننا في البحر. الموانئ ديال الصبليون بدات كتقلق، الحساب باين. الناظور غرب المتوسط غادي يتعامل مع 3.5 ل 5 مليون حاويه، يعني غيولي في المستوى ديال ميناء الخزيرات. مع طنجة-ميد المغرب غيولي قريب يتحكم في اهم 2 بوابات في غرب المتوسط. فالنسيا وبرشلونه قدامهم منافس جديد بعيد عليهم غير ب 130 ميل بحري من مضيق جبل طارق. وكاين وجه اخر، الناظور غيكون هو المخرج الشمالي لمبادره الاطلسي، اللي هي طريق كتعطي لدول الساحل اللي ما عندهاش بحر بحال مالي والنيجر وبوركينا فاسو قنطره مضمونه للاسواق الاوروبيه. المغرب ما بقاش غير ميناء، ولا باب ديال قاره كامله. ولكن اهم قصه هي اللي واقعه لداخل. جهه الشرق كتعاني من بطاله الشباب اللي واصله ل 31%،
70% من الشباب باغيين يهاجروا ويخاطروا في حراقه للصبليون. الناظور غرب المتوسط الدار باش يكون هو الدواء لهذا الجرح. التوقعات كتقول باللي في 2034 غيكون كاين 45 ألف خدمة مباشرة و55 ألف خدمة غير مباشرة. هادو ماشي غير خدامي في الميناء، هادو مناصب في صناعات تكنولوجية عالية، في طاقة الريح، الإلكترونيك واللوجيستيك. الميناء كيعطي أمل جديد بدل الهجرة. كيقول لشباب الريف ماشي ضروري تمشيو باش تبنيو المستقبل، تقدروا تبنيو هنا في ظل هاد الحواجز ديال البحر. هادشي هو الأمل اللي مغروس في السيما والحديد. ولكن الناظور ما تبناش غير للطاقة ديال اليوم، هو واجد للهيدروجين. كاين أرصفة خاصة كتسنى تصدير الأمونيا الخضراء والميثانول الاصطناعي اللي هي محروقات المستقبل اللي كتحتاجها أوروبا باش تنقص من الكربون. وهنا كاين واحد الملاحظة مهمة. في فبراير 2026 المسؤولين وقفوا الصفقة ديال أنبوب الغاز باش يراجعوا الشروط. شي وحدين قالوا تعطلنا، ولكن المحللين كيقولوا هذه غير حكمة باش ما نتحبسوش في المحروقات القديمة، خصوصا والمغرب باغي يوصل ل 52% من الطاقة المتجددة في 2030. الميناء كيتطور هو كيتبنى. شفرات الريح ديال إيولون كانت غير البداية ديال هذا الطريق الأخضر. دابا الصورة بدات كتوضح. المغرب ما بقاش غير بلاد في طرف إفريقيا، ولا هو العقل اللي كيسير الحركة في البحر المتوسط. شوفوا مزيان، لوزينات صينية حدا شركات شحن فرنسية، وبنوك أوروبية كتمول الساس، والفلوس جاية من كاع العالم. هذه هي قلعة رابح. ملي المغرب ضمن باللي العالم سواء نخدم بالغاز بالحاويات ولا بالهيدروجين الأخضر خاصو يدوز من خليج بيطوية، دار واحد المركز اللي حتى واحد ما يقدر يخليه يفشل. هذه هي السياسة ملي كتولي بنية تحتية، والبنية اللي كيولي قدر محتوم. شفنا الاستثمار ديال 5.6 مليار دولار وقلب أنبوب الغاز اللي كسر التبعية القديمة، والوعد ب100 ألف خدمة لجهة كانت مهمشة. في عصر كتقلب فيه الشركات على الأمان، الناظور غرب المتوسط كيعطي الاستقرار، غير بعيد على جبل طارق، بلاصة محايدة كيتلاقى فيها الشرق والغرب والشمال والجنوب. المغرب ماشي مثالي، باقي كاين مشاكل ديال الإدارة وعدم المساواة، ولكن والبراغي الأخرى كتزير وقرب الربع الأخر ديال 2026. واحد الحقيقة بانت، الخريطة أخيرا بدات كتخدم لصالح المغرب. الناس اللي باغيين يتقدموا ما كيتسناوش المستقبل يجي، هما كيبنيو الميناء فين خاصو يحط رجليه. القلعة كتحل بيبانها، والجاذبية بدات كتخدم، والبحر المتوسط ما بقاش غيولي كيف كان.